بواقي الكيك دي بقى كان كله غضبان عليها ومحدش عايز ياكلها خالص. قلت لهم يلا هعمل لكم احلى صينيه حلويات بارده ناكلها في الحر اللي احنا فيه ده، بس قبل اي حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. لينا بقى كل بواقي كيك بتاعتنا في اي صينيه رصيها كلها. بصي عندك اختيارين، لا ممكن تحطي لبن سخن او ممكن تحطي زي ما انا عملت كده معلقه نسكافيه عليها شويه ميه سخنه، قلبيهم كويس جدا وبعد كده انزلي على الكيك بتاعنا شربيها من نكهه النسكافيه. انا بصراحه بحب النسكافيه قوي مع الكيكه اللي انا بعملها دي. بدات بقى ان انا احط كده النسكافيه على الكيكه كلها وبعد كده ركنتها على جنب. هتجيبي بوله تانية بقى فيها نص كوبايه من الكريم شانتيه، كوبايه من اللبن الساقع، ونص كوبايه من السكر، وممكن تحلي بعسل لو انت مش حابه السكر قوي. بيهم بقى بالمضرب الكهربائي لغايه ما يعملوا منقار الكريم شانتيه بتاعنا العادي خالص. وبعد كده هتمسكي بقى البايركس بتاعك تحطي فيه كل الكريمه وتسيبيها في التلاجة تسقع شويه. ده بقى لما تسقع بحس ان الكيكه دي جوكر، يعني ممكن تقطعي القطعه تحطي عليها كاكاو او كراميل او شوكليت او تسيبيها ساده. يعني انا بحب قوي في الكيكه دي نكهه الكاكاو مع النسكافيه بتبقى حلوه قوي. في ناس تانية ممكن تحب الكراميل او الشوكليت او فاكهه، يعني سيبيها الاختيار اللي هياكل قوي في الحر اللي احنا فيه ده اضطري علينا. وبس كده، يا رب الوصفات تكون بتعجبكم وبألف هنا وشفا. اشوفكم خير الفيديو الجاي، سلام عليكم.